سلام تام. معكم مجيد، خبير العلاقات الأسرية. جيت نتذاكر معكم شوية. في واحد الصباح من يامات الله، كانت فاطمة جالسة مع بنتها ليلى في الكوزينة، كيشربوا كويس تاع شاي، كيتسنتو الرنين ديال المدينة من البعيد. حديث بسيط ولكن ديما كيكبر كيجرهم لمواضيع معمقة. فاطمة تفكرات واحد الكلمة كان كيقولها ليها باها: الناس ما كيتبدلوش، ولكن الواحد كيبان من تصرفاته. كلمة صغيرة ولكن مع الوقت ولات عندها معتقد أساسي ثابت. هذا المعتقد دار عندها واحد المخطط معرفي، طريقة جاهزة كتشوف بها الناس في أي تصرف صغير كتفسره مباشرة. ماشي غريب، والناس ما كيتبدلوش. ومن هنا بدات التحيزات المعرفية، أحكام سريعة، توقع الأسوأ، ما كتخليش فرصة للآخرين يثبتوا العكس. وباش نكونوا واضحين، بالنسبة ليها هاد التفكير كان منطقي، ولكن في الحقيقة كان كيخلق أفكار أوتوماتيكية صلابة شوية وما منسجماش مع قيمها الحقيقية. إذا هضرنا على الانفتاح، الهدوء، التسامح، ولكن الحياة ما كتخليش الإنسان يبقى حابس في فكرة وحدة. مع التجارب والمواقف، فاطمة بدأت تكتشف أن هذا المخطط يمكن يتحول ولا مرن، ماشي ضروري يبقى سد الباب. كلما تعاملات مع الناس معها في الخدمة أو لا عاونات شي جار أو لا كتوقف غير لحظة كتسول راسها: واش هاد الفكرة اللي خلتني دابا صحيحة، ولا غير عادة قديمة عودت راسي عليها. ومع هاد الوقفة القصيرة ولات أفكار معتادلة شوية وظيفية كتعاونها تعيش بارتياح كبر. ليلى وهي كتشوف ما كتشرح فهمات الدرس مهم جدا. ماشي كلشي ورثناه من الدار مدر، وماشي كلشي ورثناه من الدار صالح، ولكن كيفاش كنفسروه وكنمنطقوه هو اللي كيحدد واش غادي يفيد حياتنا ولا غادي يسد لينا الباب. كل واحد فينا عنده معتقدات راسخة على راسو وعلى الناس وعلى العالم. المشكل ماشي في وجودها، المشكل فاش كتكون جامدة بزاف واللي كتولي واعي بها كتقدر تختار نبقاو تابعينها ولا نخليوها تخدم معانا.